صباح الخير اعزائي المشاهدين، صباح الود، صباح المحبه. ارحب بكم بالترحيب مع فقره جديده من فقرات مطبخ في برنامج صباح الخير العراق. اعزائي، مثل ما عودناكم دائما نقدم اطباق جديده. اليوم طبقنا المطبخ الايطالي اللي هو ستيك دجاج بصلصه ليمون. راح نعده ونقدمه بشكل سهل وبسيط وسلس. مكونات طبقنا هذا اليوم راح تكون الدجاج، طبعا صدر دجاج، يا اما قطعتين تساوي 350 جرام، او قطعه صدر واحده كبيره تكفي بالغرض. ايضا المواد الاخرى مضاف معها الجزر والبصل والليمون والطماطم والبقدونس. هذه المواد كلها تتداخل بشكل مباشر مع طبقنا حتى تعطينا شكل رائع وجميل. وايضا بنفس الوقت راح نستخدم التوابل اللي هي زنجبيل والملح والبهار الابيض. هذه المواد بتداخل معها طبقنا حتى تعطينا طعم مميز والنكهه المميزه. اعزائي، راح ننتقل الان لمرحله اعداد الطبق. مثل ما تشاهدون اعزائي، احنا بدينا نفرم البصل فرم ناعم. ناخذ قطعه دجاج، وكل اللي راح نسوي لهذه القطعه انه راح نبدي نعمل بها فتحات صغيره حتى تساعد على عمليه الاستواء بشكل سريع، وايضا تعطينا جماليه بعد ما تنطبخ بالشكل البسيط. مثل ما تشاهدون اعزائي، عندي قطعه دجاج اخذت تحمير من وجه، انا اقلبها على الوجه الاخر ايضا تاخذ تحمير. قطعه الطماطم راح ابدي اضيفها الان حتى تاخذ التحمير المطلوب، يعني الشوي او التحمير المطلوب في داخل المقلاة. الجزر وضعناها على جانب هنا في مقلاة صغيره حتى ياخذ الغليان المطلوب، ايضا حتى يجذب الغليان المطلوب، وبالتالي يكون عندي الجزر يعني مسلوق وكامل مع وقت استواء الدجاج. طبعا احنا بعد ما راح نرفع قطعه الطماطم، ومثل ما تشاهدون بهالشكل صارت اخذت جماليه واخذت لون اسود. راح ابدي الان اوضعها في الطبق مجرد دقائق بسيطه حتى التحمير يكون كامل. بهالترتيب ناخذ قطعه من الزبده نوضعها في المقلاة. راح نضيف رشه الطحين، رشه بسيطه من الطحين، ونبدأ نحرك داخل المقلاة. وهذا اللي صار عندي هنا. راح ابدي اضيف البصل الان مع التحمير جاهز. يعني انا اريد البصل يبقى بشكل الحي، لكن مجرد انه رائحه البصل اللي احنا بنرغب بها نتخلص منها بشكل سريع. وايضا بنفس الوقت عندنا الطحين نتخلص من رائحته ايضا، اللي احنا نسميها زبد الطحين او رائحه الطحين ما مرغوب بها. انا بدي اضيف الان كميه بسيطه من الماء. ابدي احرك البصل في داخل المقلاة مع الطحين. الان الصلصه يعني شبه جاهزه، تحتاج الى انه نبدي نتبل احنا بعد صلصتنا. نبدي ناخذ رشه من الملح، رشه بسيطه من الملح، وايضا رشه بسيطه من البهار الابيض، ورشه بسيطه من الزنجبيل. كل هذه الرشات يعني تكون معتدله حتى تعطي الطعم المنشود او الطعم المطلوب. نرجع نحرك مره ثانيه الصلصه. بسم الله ما شاء الله عليها، الصلصه بدات تسمك، وايضا قطعه الدجاج راح تعود مره ثانيه الصلصه حتى تكمل طبخها في داخل الصلصه. تعود مره ثانيه الصلصه وتكمل طبخها في داخل الصلصه. مثل ما تشاهدون عندي الدجاج الان بدون حامض، يعني احنا عندنا اساسا هو ستيك الدجاج بالحامض. الدجاج الان بدون حامض. راح نبدي ناخذ قطعه من الحامض نقطعها لنصفين. حتكون كميه الحامض دائما معتدله حتى ما تكون طاقه الصلصه، لكن هذه الطريقه اذا تشاهدون لب الحامض عندي ينزل هنا بالصلصه ويدخل بداخل الصلصه. واحرك مره ثانيه المزيج، وابدي اقطع القطعه الاخرى الى حلقات بسيطه. ممكن ابدي الان ارفع الجزر ايضا. الجزر انا عندي هنا جاهز مسلوق وجاهز.
ابدي ارفعه، اضع على جنب كامل الان وجاهزه. نرفع القطعه نضعها في داخل الطبق، والصلصه نتركها تسمك يعني اكثر بقليل، وابدي ارفع قطعه الدجاج. اعزائي مثل ما تشاهدون وضعت الجزر على شكل عريشه في داخل الطبق، وراح اضع بداخله الدجاج، وضع الليمون في فتحات الدجاج بالشكل البسيط اللي تشاهدوه في داخل الفتحات. ضروري يكون عندي هذا الموضوع بالشكل. ايضا هذه قطعة الطماطم نوضعها بهالجانب، وعود البقدونس خلي يكون اسفل الهرم او العريشة الخاصة بجزر. نبدي نرفع الصلصة الآن، نبدي نسكبها فوق قطع الدجاج. دي صلصة خلاصة ليمون، ووقاية تحمير. زي بهالشكل بعد ما جهزنا طبقنا راح ننتقل لمرحلة ختام طبقنا هذا اليوم. أعزائي بهالشكل طبقنا مثل ما تشاهدون أصبح جاهز. اسمحوا لي أن أودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد إن شاء الله مع طبق جديد وفقرة جديدة وفقرات مطبخ في برنامج صباح الخير عراق، وبكم في أمان الله.